يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وجبه سريعه ولذيذه وجميله جدا. زي ما انتم شايفين كده، معايا بقدونس ومعايا علبه تونه ومعايا طماطميتين ومعايا 4 بيضات ومعايا جبنه موتزاريلا. اول حاجه هنبدا نقطع الطماطم كده حلقات زي ما انتم شايفينها. زي ما قلت لكم، هي وجبه سريعه وسهله وجميله جدا، تنفع حلو جدا كوجبه غدا او كوجبه عشاء. احنا قطعنا الطماطم، هنقطع البقدونس بقى. ممكن تستبدلي البقدونس ببصل اخضر لو انت عايزه، بس هي الوصفه الاساسيه هي فيها البقدونس. وجبه مفيده جدا وسريعه في نفس الوقت. هتشوفوها في الاخر بقى حكايه. قطعنا البقدونس. هنفتح علبه التونه مع بعض كده، وهصفيها من المواد الحافظه اللي فيها يا جماعه. فتحنا علبه التونه ونصفيها من المواد الحافظه. جبت بوله ونزلت ب4 بيضات، هنزل عليهم بالبقدونس. وهنزل كمان بالتونه بعد ما صفيتها من المواد الحافظه اللي فيها. هنزل بقى بذرة ملح وذرة فلفل اسود زي ما انت شايفة كده، يعني نص معلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل اسمر. الفلفل الاسمر عشان البيض يا جماعة ما يخليش فيه زفارة. هنبدأ بقى نخلط المكونات كلها مع بعض كده زي ما انتم شايفين. هنقلبهم كويس جدا، البقدونس مع البيض مع التونة. نخلي بالنا لازم نفتت التونة كويس، ما يبقاش فيها قطع، لازم الخليط كله يبقى متجانس مع بعضه، يبقى عامل زي ما يكون بوريه كده. انا كده مزجت الخليط كله زي ما انتم شايفينه مع بعض. هنروح على النار. جبت طاسه هنزل فيها بمعلقتين زيت ذرة او زيت زيتون. هننزل بمعلقه توم مهروسه كده. هنبدأ نشوح التوم تشويح بس. هو كده التوم اتشوح معايا. هبدأ انزل بالطماطم كده. نرص الطماطم كده في الطاسه زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بذرة زعتر. الزعتر مع الثوم يا جماعة بيدي نكهة فظيعة. نكهة الزعتر مع الثوم حكاية بصراحة يعني. هنسيبها تتشوح شوية وبعدين نقلب الطماطم على الوش التاني. زي ما انتم شايفين بقلبها كده، يا دوبك تشويحة بس عشان الطماطم ما تحمرش ولا الثوم كمان يحمر معايا. زي ما انتم شايفينها كده. قلبنا كل الطماطم على الوش التاني كده، هنستنى عليها تتشوح شوية كمان، وبعدين ننزل بالخليط بتاعنا كده. خلاص هنزل بالخليط بقى. هنبدأ بقى نفرد الخليط على الطماطم كويس جدا، ونساوي الأحرف بتاعته كده عشان يبقى مظبوط معانا. وهنوطي عليه ونسيبه على نار هادية ونغطيه لغاية ما يستوي. مش هيقعد معاك كتير على النار يعني، من 3 4 دقايق كده، من 3 دقايق ل4 يعني. بعد ما استوى زي ما انتم شايفين بقى عامل قرص كده، هننزل عليه بالجبنة الموتزاريلا. هنغمر الطاسة كلها بالجبنة الموتزاريلا، كل ده على نار هادية. حطيت الجبنة الموتزاريلا زي ما انتم شايفين كده. غمرت الطاسة كلها بالجبنة الموتزاريلا. هغطيها تاني واسيبها لغاية الجبنة ما تسيح وبعدين نشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين هي كده قربت خلاص على السوا.
كده هي استوت خالص زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. عايزة اقول لكم شكلها وريحتها فظيعة فظيعة. وجبة حلوة جدا، تنفع زي ما قلنا للغدا او عشاء. زي ما انتم شايفين الطبق بيتكلم عن نفسه حكاية. نبدأ بقى نقطعها مع بعض. تقولي بقى هنا بيتزا، تقولي عجة، تقولي اومليت، هي حاجة كده جميلة جدا زي ما انت شايفة كده. واحنا بنقطع كمان ايه القطع بتاعتها دلوقتي هتشوفيها معايا. بصوا زي ما انتم شايفين الطماطم مع البقدونس مع الجبنة حكاية، ولا ريحتها والله يا جماعة مش قادرة اقول لكم. بصوا الطبق بيتكلم عن نفسه يعني. طبعا ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.